تعرف انه ساعه بلاستيك ب 30 دولار انقذت صناعه الساعات السويسريه بالكامل؟ الحكايه بدات في اواخر السبعينيات، وقتها سويسرا كانت على القمه في صناعه الساعات في العالم. اسماء زي رولكس واوميجا ولونجينيس كانت رمز للفخامه والدقه، والساعات السويسريه كانت بتعيش عشرات السنين واوقات بتورث من الاب لابنه. لكن بمرور الوقت اليابان قلبت السوق ده كله. شركات زي كاسيو وغيرهم قدمت ساعات الكوارتز اللي بتشتغل بالبطاريه. الساعات دي كانت ادق واسهل في التصنيع وارخص بكتير جدا من الساعات الميكانيكيه السويسريه. وبعدها بسنوات قليله بدات الكارثه، مئات المصانع السويسريه قفلت وعدد العاملين في الصناعه انخفض بشكل كبير، والعالم كله بدا يقول ان عصر الساعات السويسريه انتهى. في الوقت ده البنوك السويسريه قررت تتدخل، وجابت رجال الاعمال وعلى راسهم المستشار نيكولاس حايك علشان يحاولوا ينقذوا اللي فاضل. حايك درس السوق واكتشف ان المشكله مش في جوده الساعات السويسريه، لكن في انها بتحارب اليابان في ملعب صعب ومتقفل. الكل بينافس على الدقه والتكنولوجيا والسعر، واليابان كانت بتكسب في الثلاثه. هنا اخذ حايك قرار محدش كان يتوقعه. بدل ما يعمل ساعه افخم قرر يعمل ساعه ابسط، ساعة بلاستيك بألوان جريئة وسعرها حوالي 30 دولار. القرار صدم ناس كتير. ازاي بلد مشهورة بانها بتطلع افخم ساعات في العالم تحاول تنقذ نفسها بساعة بلاستيك؟ بالنسبة للبعض ده كان اعلان نهاية الصناعة السويسرية، لكن حايك كان شايف الصورة بشكل مختلف. هو قرر ما يبيعش ساعة، قرر يغير معنى الساعة. اليابان كانت بتبيعها كأداة لمعرفة الوقت، اما هو فقدمها كجزء من شخصية اللي بيلبسها. ساعة تناسب لبسك، وساعة تناسب خروجة مختلفة، وساعة تعبر عن ذوقك. ومن هنا اتولد اسم سواتش. اول ما نزلت الاسواق الفضول خلى ناس كتيرة جدا تجربها، وبعدها بدأت التصميمات والالوان الجديده تنزل باستمرار. وكتير من العملاء ما بقوش يكتفوا بساعه واحده، لانه الفكره نفسها اتغيرت. الساعه ما بقتش استثمار يعيش العمر كله، بقت قطعه موضه بيغيروها على حسب الستايل بتاعهم. وخلال سنوات قليله باعت سواتش ملايين الساعات ورجعت الارباح للصناعه السويسريه من جديد. النجاح ده ما كانش مجرد نجاح لبراند جديد، لكنه ساعد في انقاذ شركات الساعات السويسريه كلها. وتحولت المجموعه بعد كده لسواتش جروب، اللي بقت تمتلك علامات تاريخيه زي اوميجا ولونجينيس وغيرهم، وساهمت في اعاده بناء الصناعه كلها. والدرس هنا انه في البيزنس لما منافسك يبقى احسن منك في حاجه، مش دايما الحل انك لازم تكسبه فيها. حاول تغير القيمه اللي العميل بيدفع فلوسه علشانها. اليابان كانت بتبيع الدقه، اما سواتش فباعت وسيله يعبر بيها الناس عن شخصيتهم. وفي البيزنس لو قدرت تغير القيمه هتقدر تغير قواعد المنافسه كلها.